اتكلمنا عن 5 غرز مختلفة للتطريز. النهاردة هنتكلم عن الغرزة السادسة اللي هي الفلاي ستيتش. الفلاي ستيتش او بالعربي الغرزة الطائرة بتستخدم لعمل مثلا فروع الاشجار، لو عايز اعمل اعشاب، لو عايزة اعمل شكل ريش او هيش او شكل سنابل، هتبقى مناسبة جدا للحاجات اللي زي كده. الفلاي ستيتش ببساطة هي غرزة على شكل حرف في، ممكن اعملها جنب بعض على شكل حرف في او ممكن اعملها بشكل متصل يديني شكل كيرفد او ستريت عشان اعمل منها فروع باشكال مختلفة. في حاجة مختلفة هعملها دلوقتي، اني هاجي عند كل نص سنتي وارسم خط مايل. الخط المايل ده ممكن يبقى نفس الطول، ممكن يبقى من نص اطول ومن الاطراف ارفع عشان يبقى شبه فروع الاشجار، ممكن يبقى بادي صغير ومنتهي لكبير، يعني حسب ما احنا عايزين نخليه شكله. دلوقتي هبدأ من نقطة A لنقطة B زي ما ببدأ اي غرزة، واطلع من نقطة C والخيط لسه في ايدي، هدخل عند نقطة دي كده. انا معايا لوب زي اللي كان حاصل في التشين ستيتش، وهطلع من نفس نقطة دي كده. بقى معايا نقطة A لنقطة B لنقطة C لنقطة D وارجع تاني في نقطة B. دلوقتي هعمل نفس الكلام، هاجي هنا بعدين اطلع C، اروح لدي والخيط في ايدي عشان ما يتسحبش كله، وارجع تاني من نقطة B. وزي ما قلنا في التشين ستيتش، الغرزة اللي هي الاخيرة اللي انا عاملاها دي هي اللي هتمسك ان الاتنين ما يرجعوش يفكوا من بعض. كده هروح هنا. طيب لو انا دلوقتي ما طلعتش من هنا وشديت الخيط، هلاقي كله بقى خط مستقيم. طيب انا مش عايزة كده، انا عايزة خط يبقى خط مايل، فالمفروض هرجع من النقطة دي. طيب لو انا رجعت سبت مسافة وبعدت من هنا، وده خطأ شائع يعني في الغرزة دي، هلاقي ان في فراغ بين الخطوط وانا اصلا عايزاها كلها تطلع كأنها فرع واحد. فعشان كده مهم ان انا ارجع لنفس النقطة بدل ما ادخل في غرزة جديدة. طيب كده انا خلصت الغرزة بتاعتي الصف كامل. قولولي في الكومنتس متوقعين الغرزة الجاية تكون انهي غرزة، واعملوا فولو عشان تقدروا ترجعوا للفيديوهات بسهولة.